السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير علينا، صباح المدارس، صباح يوم جديد بنبتديه النهاردة. بقى وديت الولاد للمدارس وعايزة اقول لكم ورايا حاجات كتير كتير كتير. فابتديتها كده. اول حاجة اشتريت طلباتي من السوق، وجبت كده العيش بتاعي. بقى العيش الصبح بقى بيبقى طازة وتحفة، وانصحك تروحي في الاخر. طب انا بتبقى رايقة في الاخر. بالنسبة للعيش اللي بالبطاقة، بطاقة التموين. آه آه اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى داخلالكوا بقى بالكميه دي. كنت فين؟ كنت بجيب حاجه الشهر النهارده، زي بقى ما عارفين احنا لسه في اول الشهر. وبجيب حاجتي اللي هتكفيني للشهر، عشان انا الشهر ده قررت اني ما اشتريش اي حاجه من بره. هحاول مع نفسي. انتوا عارفين اصلا مع الميزانيه دي مش ناقصه. الناس كلها الميزانيه عندها ضايعه وبايظه. وبصوا احنا المرتب صغير قد كده والطلبات قد كده، فاحنا هنحاول ننسق الدنيا مع بعض، بأقل حاجة، بأقل تكاليف. يعني نحاول نوفر شوية. يعني انا عارفة ان ستات البيوت والله العظيم تعبوا، وانا واحدة منكم. انا عملت كل الميزانيات اللي عملتها في الدنيا، عملت كل حاجة، بس بجد لقيت اللي وصلت له في الاخر اني لقيت الشراء القطاعي كارثة من الكوارث. انزلي اشتري حاجتك على بعضها. ال 500 جنيه اللي انا النهارده نزلت بيهم دول جبت حاجتي. لو قطاعي الحاجات دي هتعدي معايا جامد. كل شويه انزل اجيب كيلو رز، كل شويه انزل اجيب مكرونه. لا، انا هجيب حاجتي على بعضها. انا كنت ماشيه كده اول ما اتجوزت ولغايه فتره قريبه، بس بقالي شهرين بعك بدمر الدنيا. القطاعي ده بجد وحش جدا. فرجعت تباني بقى وخدت قرار مع نفسي ومعاكم ان انا هظبط الميزانيه. وانتوا لو عندكم افكار قولوا لي، كلنا هنا بنستفاد من بعض. فربنا يعيننا يا رب كلنا والله العظيم. خلاص احنا تعبنا والرجاله تعبت يعني ربنا يعيننا يا رب. ربنا يعيننا. اول حاجه كده جبتها الملح. الشنطه يعني اللي فضيتها لكم بقى دي الملح، زي ما انتم شايفين جبت 5 اكياس. جبت حاجه الحلويات بقى عشان ما انزلش بقى على كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. جبت 4 من كل حاجة 4. الفانيليا بس اللي كانت 5، كيك شيف وبيكنج باودر وفانيليا. ودي نشا كده. الكمية اللي أنا حطيتها دي ب10 جنيه. يعني حتى لو هتجيبي من كل حاجة ب10، بس تنظمي الدنيا وتبقي منظمة ايدك كمان. يعني المهم اللي بعد شراء الطلبات تبقى ايدك كمان مدبرة في نفسك في المطبخ. يعني مش اللي هو تاخدي وتحطي وتكبي وخلاص. اهم حاجة تبقي ايه في التوابل مثلا، تاخدي حذرك شوية. انتوا عارفين كل حاجة غليت، والغلا خلى الناس تاخد بالها اكتر واكتر. فربنا يرحمنا برحمته والله العظيم. تعبنا بجد. ف ربنا يعيننا. جبت كده فاصوليا ربع كيلو. جبت ربع، مش فاكرة ربع عدس او نص عدس، تهيألي نص عدس. جبت نص عدس وربع فاصوليا و 10 نشا. وجبت كمان قالب عجوة علشان اعمل عجوة، وده عصير عشان ولادي كل شوية بيزنوا على العصير. هي كل واحدة بتبقى عارفة طلبات بيتها ايه، واللي بتحتاجه اكتر ايه، واللي ما بتحتاجوش قوي ايه. فهي بتجيب حسب طبعا طلبات بيتها. ف حاولت كده انظم معاكم الدنيا، وبعد ما الشهر يخلص هقول لكم الموضوع طلع كويس ولا لا. هقول لكم اكيد في فيديو، هقول لكم عشان ما يبقاش كلام فيديو وخلاص. هقول لكم فعلا الحاجات دي كفت وفاضت معايا، ولا قصرت برضو في نص الشهر ونزلت اجيب تاني. هو الرز الحاجه الوحيده اللي ممكن اجيبها تاني. جبت نص فول، كميه بص كويسه بترمي معايا. برضو انتوا حضرتوا معايا تدميس الفول في فيديو قبل كده. وجبت كده ب15 جنيه. يعني الكميه الكركديه اللي انتوا شفتوه ده ب15 جنيه. وجبت نص ترمس. يعني عملت حساب كمان الاكل الاساسي والتسالي. دي برضو من الحاجات المفيدة اللي انت ممكن تستفادي منها، بدل ما الولاد ينزلوا يجيبوا كاراتيات وحاجات من تحت، يعني اللي هي لا بتغني ولا بتفيد. شوية هوا بيبيعوها لنا في اكياس. الكيس بقى قد كده ب5 جنيه. مش عايزة اقول اسامي يعني شركات، بس بجد بيعبوا لنا الهوا في اكياس. من الاخر انا ما عنديش رد تاني، حاجة مستفزة. جبت باكو شاي صغير كده. انا جوزي بقى حب يغلس معايا كده في الفيديو، ويخش يغلس عليا كده. كان اجازة. جبت 4 كيلو من الرز. ممكن في نص الشهر هحتاج برضو، مش هحتاج كمية كبيرة، ممكن كيلو كمان عليهم مثلا حسب بقى استعمالي. انا اصلا بقيت قليلة جدا في استعمالي للرز. هي جت كده مش تركيز مني، بس بعمل لنص كيلو ما شاء الله بيتبقى منه. مش فاهمة اولادي حصل لهم ايه اصلا، ما بيردوش ياكلوا. ف بحاول وبعاني معاهم. عايزين اكتر، بيحبوا المكرونة اكتر. جبت كيلو كمان من المكرونة القلم، لاني بحب اعمل صواني مكرونة بشاميل سريعة كده بتبقى لذيذة.
جبت 2 كيلو من الدقيق، قلت كيلو كده احطه في علبه الدقيق لاي استعمال بقى، سمك اي حاجه، والكيلو التاني ممكن اعمل بيه بيتزا او اي مخبوزات. اللهم صل على سيدنا محمد. نص شعريه، نص لسان عصفور، شطه، توابل، من كل حاجه جبتها. ومش هضحك عليكم، بصوا انا جايبه كميات صغيره، جايبه من كل حاجه 10 كمل يعني، اللي هي تملي علبه التوابل وبقى وخلاص. واخف ايدي وحاطه معلقه طبعا في التوابل، يعني نظبط كده ايدينا واحنا في المطبخ. خلصت بقى طلبات البيت دي، خلصت طلبات البيت، وكنت جايبه خضار وفاكهه بقى رصيتهم في التلاجة. ورحت تاني جبت الولاد من المدرسه. انا عايزه اقول لكم نزلت القناطر والله كذا مره، لان مدارس ولادي كمان في القناطر. فخلصت ورحت جبتهم تاني، جيت بالظبط ساعه رصيت وعملت جزء الفيديو الصبح ده معاكم. وهنا بقى خلاص بعد في اخر يومي بقى خلاص وصلت لمرحله الغدا زي ما انتم عارفين. قررت كده ايه، اعمل سمك. بحب يوم السوق ده اعمل سمك، بحس ان اكله سريعه وسهله. وظبطت الدقه بتاعتي كده وفتحنا السمك ونضفناه. كنت جايبه سمكتين مكاريل، قلت اعملهم سنجاري كده مشوي، بيبقى طعمه خطير. حتى وانا بجيب الخضار نسيت الجزر والفلفل. جيت هنا بقى وانا بشتغل، يا نهار ابيض، انا عايزه اقول لكم الجزر انا شفت عند واحد قال لي 40 جنيه. قلت ايه، امشي يا بنتي كده قدام واسالي، هيبقى ارخص برضه 40 جنيه 40 جنيه. في الاخر اصلا افتكرت، قلت هجيب نص كيلو على قدي 20 جنيه، هيقعد برضه في التلاجة وهينفع. بحب اللي هو يعني حتى لو كمية بسيطة بس تبقى ساترة البيت يعني. معرفش حصل ايه، كنت عايزة اجري الحق العطار ده عشان هقعد عنده مدة طويلة، وقلت بقى كان في دماغي ان انا مش هلحق عشان الولاد بيخرجوا الساعة 12 اصلا، فقمت نسيت الجزر. فالحمد لله قلت والله عادي طماطم وبصل بس، انتي بقى زودي فلفل زودي جزر، هيدي قيمة غذائية عالية. والخضار كمان الجزر بيديله لون حلو وبينزل كده على السمك وبيبقى الطعم تحفة بجد. المشوي في البيت انا عايزة اقول لكم طلع خطير خطير. وقطعت كمان عليه حلقات بطاطس كده من فوق زي ما انتوا شايفين. انا بعشق السمك في الفرن ده، بعشقه. انا جوزي ما بيحبش السمك قوي، بس انا وولادي بنحب السمك، يعني على الاقل على الاقل اكله في الشهر. الناس بقى حبايبنا بتوع بحري بقى، اسكندريه بقى و... ودمياط وكده، يعني اللي على السواحل، اللي ساكنين على السواحل، ممكن 3 مرات في الاسبوع سمك. ما شاء الله الله اكبر عليهم، بيبقى بيحبوا السمك جدا. وحبايبي اللي بيسمعوني برضو من هناك هيقولوا لي انت صح، لان مامتي كمان من كفر الشيخ برضو بيحبوا السمك جدا، ممكن يصحوا الصبح يشووا سمك وياكلوا عادي. كنت مره بضحك معاها ماما بقول لها انت زي اليابانيين بتفطروا سمك ورز. فالحمد لله يعني على نعم ربنا، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. قطعت بقى كده شريحتين كده من البطاطس، قلت ياخدوا لون معاها، وعصرت كده عصرة ليمون، والدقة بقى بتاعتك الحلوة، التوم والكمون. وفي ناس بتحط كرفس، انا ما بحبش احط كرفس على السمك. ممكن بقدونس دي اللي نسيتها برضو، بس بجد طلع طعمه حلو ومظبوط يعني الحمد لله. وكنت جايبة كيس فيليه صغير بولتي، اول مرة برضو اجيب فيليه بولتي. دايما بجيبه اللي هو القشر بياض ده تقريبا، انتوا عارفين اللي هو الكيس اللي هو الكبير الابيض ده، بيبقى حلو كده ومليان. حتى جوزي قال لي لا رجعي تاني جيبي لنا التاني عشان بيبقى مليان كده، الفيليهايه مليانه كده. ورشيت زيت، لازم ترشي زيت من تحت، انا كمان ما كنتش حاطه فويل لان ما كانش عندي، فظبطته كده من تحت ومن فوق زيت عشان ما يلزقليش في الصاجه. ودخلته الفرن بقى مع نفسه، في الاخر هديله لون في الشوايه. وقلت عقبال ما يستوي اعمل الرز. جوزي كان طالب رز صياديه، انا عن نفسي بحب جنب المشوي رز ابيض، هو بحبه بالزبده كده قوي، مامتي كانت معودانا عليه وكان بيبقى طعمه حلو. فقلت هعمل بقى زي طبعا ما جوزي حبيبي عايز يعني هو قاعد ليه يا جماعه ندلعه اليوم بقى الاجازه يعني ندلع. فعملت الرز برضو بيبقى جميل بصراحه وبيبقى طعمه تحفه الرز البني ده. فشوحت كده البصلايه واديتها لون غامق، لان بقالي مرتين بطلع الرز فاتح، وانا بحب رز صياديه، يعني رز صياديه الرز الغامق بتاعنا المصري الجميل ده. فغمقت البصله خالص وبعدين نزلت بالميه، ده هيديكي كده اللون. انما لو نزلتي بالرز هيديكي عادي رز البصل متشوح كده عادي. انزلي بالميه الاول وحطي ملح والكمون بتوعك يغلوا مع بعض، انزلي بالرز زي ما هتشوفي كده اهو.
قمت نازله عليه بقى، هيطلع البصلايه هتطلع الكراميل بتاعها ده، اللون بتاعها ده في الميه، فهيديكي بقى لما تحطي الرز ويتشرب هيديكي بقى اللون البني بتاعك الجميل. حبايبي اللي طلبوا ان انا اطول الفيديو، شفتوا فيديو اطول من كده النهارده، مش متعوده ان انا الفيديو يبقى طويل قوي كده، وعايزه بقى لايكاتكم واشتراكاتكم، بجد بشكركم قوي على اشتراكاتكم الجميله وكلامكم التحفه اللي بيسعدني، وكلام الدعاء الجميله اللي دعت لي دعوه حلوه من قلبها. ربنا يا رب يخليكي ويبارك فيكي ويدوم التواصل كده يا رب. وبشكركم بجد، بشكركم قوي، يعني ربنا كده يحبب فينا خلقه ونكبر مع بعض، وان شاء الله كده يعني كل القنوات الصغيره اللي زيي كبار، وبتمنى لهم والله كل خير. انا حتى لو دخلت على اي قناه ببقى حاسه بيها، انا بقالي 4 سنين والحمد لله، يعني الحمد لله لسه. فان شاء الله كده كلنا ننجح مع بعض، وكلنا كده نعلى مع بعض، وربنا يكرمنا جميعا يا رب. هنا بقى عملت السمك الفيليه برضو بالدقة كده، وعملته بالدقيق، وهنزل بقى في الزيت، ولازم الزيت بتاعك يكون سخن طبعا، وتكوني ولادك بقى ايه مخرجاهم كده من المطبخ، لان انا بخاف قوي لحظة الزيت دي، بخاف جدا لحظة الزيت دي، بتبقى لحظة صعبة، فلازم تبقى تكوني محرصة، وربنا يحمي ولادنا جميعا يا رب، ويكفيكوا شر اي حاجة وحشة انا وانتوا يا رب، امين يا رب العالمين. هنا بقى كان خلاص الرز اتشرب. عايزه اقول لكم كنت مضغوطه قوي اليوم ده، كمان بقى لقيت اخواتي جايين وقعدوا معايا شويه، احنا زي ما قلت لكم انا بيت مامتي جنبي، فاخواتي بيطلوا عليا، واختي بقى اللي كانت متجوزه بعيد جت بقى، ربنا يحميها يا رب ويخليها ويخلي بنتها. فانا لما بشوف بنت اختي بصوا ما ببقاش قادره اقعد، كل شويه اخش المطبخ واروح ابوسها بصين، هي لسه صغنونه، فربنا يحميها يا رب ويخلي لكم اولادكم ويخليها يا رب ويبارك فيها. ف قعدت بقى الاخوات ما بتتعوضش، فاللي هو ايه، انت عايزه تخلصي وعايزه تقعدي ترغي مع اختك شويه مين بقى زيي، كلنا يعني الستات ما شاء الله. فيا رب النهارده تكوني في الفيديو ده استفدتي، ولو ميزانيتك بالاسبوع حاولي بجد تظبطيها بالاسبوع، ميزانيتك في الشهر حاولي تظبطيها، اي نعم بتخرم معانا وفي حاجات كده بتطلع لنا، بس اهو بنحاول على قد ما نقدر نحط ايه القرش في مكانه زي ما بيقولوا، يعني بحاول، ساعات بتبوظ مني وساعات بتظبط وساعات بتأثر وساعات، بس برجع افوق نفسي بسرعة واظبط الدنيا تاني. فربنا يا رب يسعدكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا، ربنا يبارك في رزقنا، دي اهم حاجة والله البركة، لان بجد من غير البركة الدنيا بتبوظ. فنستعين كده بالله والصلاة والقرآن، وندعي ربنا، احنا برضو احسن من غيرنا كتير، وربنا ينصر اهل فلسطين يا رب في حق الايام الكريمة. ربنا ينصرهم ويردهم ردا جميلا ويخفف عنهم، لان بجد عمرنا لو حطينا نفسنا مكانهم عمر ما حد هيقدر يعيش يوم من الايام اللي بيعيشوها. ربنا يا رب ينصرهم يا رب، يعني عمرنا ما هنحس بيهم قدهم، فربنا معاهم يا رب. هنا بقى خلاص كان شكل الترابيزه النهائي كده، واتفضلوا معايا بقى بألف هنا وجربوها وقولوا لي رأيكم النهارده في فيديو النهارده كده، حاولت انوع لكم الفيديو من طلبات واكل وكده، فلو الفيديو عجبكم لايك واشتراك وكومنت حلو، اكتبوا لي كومنتاتكم الجميله اللي بحبها، واشوفكم كده في فيديو جديد ويوم جديد وعلى خير ان شاء الله. مع السلامه.